اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على الدعم. هلا حسحس، هلا بزين. حيهم هلا ابو عمر. هلا حسحس هيدان. الله لا يفهد امرك. جايتني علومك في المزرعه يا المخزي، وش انت مسوي في المزرعه؟ هلا عبود. وي ميسي صافا مليح. قول لي علاه مركيت عليهم ثلاثه ماشي حشومه عليك؟ كون درت بعدا غير بوجهنا حنا اللي جيرانهم. واش تا هما كانوا يقولوا 1 2 3؟ ايوا غير كانوا يقولوا 1 2 3 مركيت عليهم ثلاثه مزيان، ما كانوش يحسبوا حتى للديس. ربي معاهم. صافي سير اخويا سير، سمح لنا على الديرونجمون. هنا بعض الاخوان المغاربه وبعض الجزائريين دباب الكتروني الجزائري اللي غادي يخرج وغادي يتابع هذا الفيديو غادي يقول لك وحشومه انك كتشفى فينا بعد الهزيمه الثقيله امام منتخب الارجنتين بثلاثيه نظيفه من توقيع الشيخ ميسي. انا ماشي ما عنديش قناه رسميه مغربيه، انا مجرد يوتيوبرز ليس الا. القنوات الرسميه المغربيه ما مسوقه لكمش كاع بتاتا مطلقا، عكس الاعلام ديالكم ليل نهار 24 ساعه على 24 ساعه دائما انكم موجهين البوصله ديالكم نحو المروك ولكن من حقي كمغربي انني نرد عليكم بطبيعه الحال، لانكم شوشتوا علينا قبل كاس افريقيا 2025 سوء التنظيم زيد كذلك بانكم شوشتوا علينا اثناء التنظيم ديال كاس افريقيا اللي كيشهد العالم بانه كان تنظيم عالمي، انكم شككتوا حتى في التمغربيت ديال اللاعبي المنتخب الوطني المغربي. خرجتوا في بلاطوهات كتقولوا بان المنتخب الوحيد اللي اللاعبين ديالو كاملين بانهم مزدادين باوروبا. هاد اللاعبين الحمد لله اللي فيهم الريحه ديال التمغربيت وكيدافعوا على القميص الوطني المغربي وكيامنوا بالتمغربيت ديالهم. هنا باش غادي نبداو الاخوان، غادي نبداو بالاعلام الرياضي الجزائري، وكاين نخبه من الاعلاميين الرياضيين الجزائريين اللي كيدعيوا الاكاديميه اللي غادي يخرجوا في واحد البلاطو، وهذا هو باش نبداو الفيديوهات ديالنا بطبيعه الحال في بلاطو جزائري كيتابعوا بشكل مباشر المقابله التي اجراها المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب الارجنتين. شنو كانوا كيقول؟ قال لك بدايه موفقه وتعطي الثقه، والفريق الجزائري سيسجل بميسي او بدون ميسي. لنستمع. لا شيء مهم انه مازا يمس الكره. ممتاز مازا، ممتاز مازا، مازا ممتاز ممتاز ممتاز. الهدف الاول للمنتخب عن طريق شيبي. بدايه مثاليه، بدايه كمل تعليق. خلينا نكمل تعليق رشيد مالك. سامحني على هذا التدخل. بدايه موفقه للعناصر الوطنيه. A few moments later. تمريره مليمتريه وربما فيه وضعيه تسلل. وضعيه تسلل، ولكن خلينا من بعد شنو غادي يوقع؟ سيسجل ميسي والحكم سيعلن بأن هناك تسلل وهستيريا في البلاطو بعد تسجيل اللاعب الجزائري الشيبي هدف في مرمى الأرجنتين. لنشاهد الهستيريا. قلنا أن هذه الكرة تعطينا الثقة بإمكاننا نسجلوا الأرجنتين بميسي أو بدون ميسي. Later. A few moments later. الفريق الارجنتيني حذري امين، حذري ليونيل ميسي. حذري معروف بالاستحواذ. حذري والهدف الاول ليونيل ميسي. الانترفال احنا الوسط ما خدمش خدمته، ما خرجش حذري الثاني. جينا الفارس ميسي لا البرغوث دوبلي دوزيام لين ما بالون ما كعبش ماشي لا كوفرتير دروت. ما حذري الفارس ليونيل ميسي. حذري الثاني. تروا بيت ميسي. هاتريك تروا بيت ميسي. هذا الثالث لصالح المنتخب الارجنتيني.
اذا شنو غادي نقولوا؟ 1 2 3 فيفا ميسي. اذا منين دخل لكم الصاد بديتوا انكم ديك المصطلحات المعهوده حذاري ثم حذاري بابا بابا، وانتم الان انكم دخلتوا في هستيريا. والمشكل شنو وقع؟ علاش ملي كنهضروا على متلازمات ستوكهولم كنقول لكم بان هاد الناس هادو كيتلذوا بالجلاد ديالهم، والجلاد ديالهم هو ميسي بطبيعه الحال. دابا رغم ان ميسي شوههم وسجل هاتريك، دابا الان انكم خرجوا وكيمجدوا في ميسي علاش ما تهضروش لا التحكيم في كاس افريقيا 2025 بالمغرب اللي كنتوا كتنتقدوا الكاف، كتنتقدوا القجع بان القجع شرى الكاف والتحكيم يخدم لصالح المنتخب الوطني المغربي. علاش دابا الان ما تنتقدوش التحكيم في البلاطوهات ديالكم؟ وراه شفنا واحد اللقطه اللي خلقت الجدل، الضربه ديال ميسي لمندي، واش هذه كتستحق ورقه حمراء نعم ام لا؟ هذا جانب. نمشيو اللي بعده وغادي نوريكم فيديو ماذا كان يقال قبل المقابله ديال المنتخب الجزائري ضد الارجنتين، وغادي نبداو بالبقره ديال لارمود صوفيا بلامان، ولكم التعليق بطبيعه الحال. انا دوكي شفت المستوى تاع لي ماتش اميكو، انا اقسم بالله العظيم غير متمنيه وان شاء الله يا ربي يجيبوا لنا لا كوب دي موند. توتي بوسيبل، توتي بوسيبل. فرنسا خسرت مع الكوت ديفوار 2 ميم، ربحت البارح مع ايرلندا، سي عندي حاجه نورمال. المهم كل الفرق خاصة هذه الفرق معروفة وهي الجزائر بيان سور كلهم في مستوى واحد، فهمتوا؟ مستوى واحد يقدروا يروحوا. هذوك بني صهيون راحوا الدومي فينال، حنا باذن الله نروحوا لا فينال ان شاء الله. لا فينال الجيري الالمان. بحال هذا النوع هما اللي شوهوا الصوره ديال الجزائريين. انت ملي كتهضري بانك قلتي بانك توصلي للدومي فينال وجبتي المروك بني صهيون ها هو دابا الان ميسي والارجنتين شوهاتكم. هنا نشوف واحد الفيديو اخر، وهنا رساله بغيت نوجهها للجزائريين. علاش ما نديروش هاشتاغ وتمشيو للمسؤولين في الاعلام الجزائري؟ راه واحد السيد راه شوهكم، حتى ان احد الجزائريين خرج، هذا حر بطبيعه الحال رغم هو الاحرار خلائله، خرج قال لك بان هذا السيد شوهنا. واش هذا السيد هذا اللي غادي نسمعوه دابا الان اللي كيجي كيقول لك بان محرز احسن من كريستيانو واحسن من ميسي وسننتصر بسداسيه على الارجنتين نسمعوه؟ وهنا بغيت انني نشر هذا الفيديو رغم انني كنت كنقول بانني ما ننشروش، ولكن نشروه. هذه رساله للجزائريين، راه هذا السيد هذا وهذا البقره ديال لارمود صوفيا بلامان والله الا شوهكم. لنستمع الفيديو. البرازيلي نرشحو يفوز بسداسيه. وانا برازيلي. محرز افضل من ميسي ورونالدو. شوف كي تهضر على محرز راك تهضر على اسطوره المنتخب الوطني. رياض محرز اسكو انت تقدر تنحي دوكا كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي ولا ميسي المنتخب الارجنتيني؟ انا تبان لي محرز افضل من الثنائي هذا. الفيديو اللي بعده وهذا جزائري انا كنت كنشوفه دائما انه عرفتوا مشهور عندهم دائما انه كان كيخرج 24 ساعه على 24 ساعه يتكلم على المنتخب الجزائري بغرور ويهاجم المنتخب الوطني المغربي. تخيلوا معايا انني تابعته في واحد الفيديو شفتو خلال المقابله الوديه التي اجراها المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب النرويج، كيتابع المقابله بحرقه ويتمنى انتصار منتخب النرويج رغم انها مقابله وديه. دابا غير قلنا بهذا الفيديو هذا كيفاش دايره النفسيه ديالك. نشوفوا هذا الفيديو. هادو رانا ما ديجا الاخوان كلهم ليس في القناه في دي املس كاملين دايرين هكذا. مازا وبكي دابا صحيح جول اورجو يا بابا. ميسي يابس النكبة. على قلبي على كم على بابا خوتي على الرخصان على بابا. لا اله الا الله محمد رسول الله. المنتخب الجزائري راح يتصدر مجموعته في كأس العالم ب7 نقاط، راح يتعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني
ويفوز على الأردن بنتيجة كبيرة ويفوز على النمسا في المباراة الأخيرة. والمنتخب الأرجنتيني راح يحقق نفس العدد من النقاط، لكن الأهداف راح تكون في صالح المنتخب الجزائري. وفي المركز الثالث راح يتأهل المنتخب النمساوي بعد فوز كبير على المنتخب الأردني. وما نستبعدش فوز المنتخب الجزائري في المباراة الأولى أمام المنتخب الأرجنتيني، ونتوقع النتيجة تكون يا 1-1 أو 2-1 لصالح المنتخب الجزائري. هاد السيد هذا علاش انني بغيت ندير عليه رياكشن، لان كانوا يطلبوا منه التوقعات ديال المنتخبات العربيه، شكون هو المنتخب الوطني المغربي اللي ممكن انه يقول الكلمه ديالو، مش انه كيهضر على كل لي جروب اللي فيهم المنتخبات العربيه. تخيلوا معايا بانه ملي كيوصل لي المنتخب الوطني المغربي ما كيقولش المغرب ولا المروك، قول غير المروك على الاقل، والله كيقول لك انا ما نذكرش الاسم ديال هذا البلد هذا. دابا الان كما كنقول لكم اللي قال العصيده بارده يدير يدو فيها، وريونا حنيت يديكم دابا الان ها التوقعات ديالكم. وانا قلت لكم باننا ما ناخذوش المقابلات الوديه بمعيار باش اننا نقدروا نحكموا على اي منتخب. راكم انتصرتوا على منتخب هولندا وانتصرتوا على منتخب بوليفيا في مقابلتين وديتين، وانتم دابا الان انكم انهزمتوا، وهذا راجع الى الغرور. خليو بيتكوفيتش يخدم، خليو المنتخب ديالكم ترانكيل. راه المساله صعبه وليست مستحيله على مجموعه من المنتخبات العربيه، كالتعادل ديال السعوديه، ديال الراس الاخضر، ديال العراق على ما اظن ضد اسبانيا، كذلك التعادل ديال المنتخب الوطني المغربي ضد البرازيل. ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه. ولكن واحد المساله علاش كنقول لكم حبسوا من الغرور ديالكم باش نختم هذه الحلقه الاخوان ديالكم، لان قبل المونديال كيف يعقل ان من كيخرج داك المدرب الجزائري الزكري كيقول لك سنتعادل او سننتصر على الارجنتين، وكيحقروا. علاش نتوما حقارين كتحقروا منتخب الاردن اللي كيدربوا السيد جمال السلامي؟ قلتوا ان اذا ما انتصرناش على الاردن بحصه ثقيله ما عندنا ما نديروا بهذا المونديال. حنا كمغاربه دابا الان رغم ان العالم كيشهد القوه ديال المنتخب الوطني المغربي، حنا ما عندناش الغرور، ما فيناش الغرور. حنا كنقولوا بان المنتخب الوطني المغربي يسير ماتش بماتش. المساله صعبه وليست مستحيله على المنتخب الوطني المغربي. نتمنى ان يحقق المنتخب الوطني المغربي ما حققه في قطر 2022، ولكن كنقولوا بان ماشي المنتخب ديالنا غادي يدير المونديال، وهذا ليس بصعب على السيد وهبي. راه وهبي ما كاين حتى شي واحد انه كاين راهن بانه غادي يفوز بكاس العالم للشبان الايفان بالمكسيك ولا بالشيلي عفوا. اذا حنا ما فيناش الغرور، كنقولوا ممكن، لما لا؟ والعالم يشهد، مجموعه من البلاطوهات الغربيه كتشهد بقوه المنتخب الوطني المغربي. ولكن رغم ذلك بان المغاربه والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ما كيخرجوش كيقول لك بان صاي ستوب سنفوز بكأس العالم. ولكن هناك منتخبات، الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني، منتخبين قويين، وانا كنراهن بشكل كبير وكبير جدا بان هاد المنتخبين ممكن انهم يوصلوا الى النهايه، وغادي نشوفوا ديك الساعه ما ستؤال اليه النتائج. اذا يا اخوان ما بغيتش نوريكم مجموعه من الفيديوهات، ما بغيناش اننا نتشفاو في هاد الناس. انا مجرد يوتيوبرز فقط ليس الا. القنوات الرسميه المغربيه ما كتهضرش عليكم بتاتا مطلقا، ولكن كيوتيوبر وكمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي كان ضروري انني نرد عليكم باش نقول لكم بركه من الغرور. كما قلت لكم في اول حلقه، اللي كيزرع الريح كيحصد غبار. كان معكم الاستاذ احمد. كنتمنى هذه الحلقه هذه تنال الرضا ديالكم. بعض الاخوان كيقول لك السي احمد كنساو البصمه ديال الاعجاب، حاولوا تخليوا لايك باش ان هذا الفيديو ينتشر على نطاق واسع والرساله توصل الى الجزائريين لعلهم يستفيقوا. تحياتي والى اللقاء.